لا 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 لا، مش معقول، انت مش معقول. ما جننت العرب بدك تجنن الاجانب كمان؟ حرام عليك يا زلمه. الشيء اللي صار هاليومين ما بيصير الا نادرا، ويمكن مش صاير، واذا صاير حدا يكتب لي بالتعليقات، اذا انتم مذكرين صاير هيك شيء اكتبوا لي بالتعليقات. المدير الفني لفريق برشلونه حط فيديو له بتدريبات الفريق بنجاحاتهم بكذا، مرفقا الفيديو على حسابه الرسمي على الانستغرام، مرفقا الفيديو باغنيه فضل شاكر الا وانا معك. مش قليله قديشك قوي يا فضل شاكر على برشلونه يا زلمه، مش معقول، انت مش معقول. قال المدرب هيدا او المدير الفني للفريق، قال بالرغم من اني مش فاهم اي شيء من الاغنيه، ما عم بفهم الكلمات ولا بعرف الاغنيه عن شو بتحكي، الا انه صدق هالاغنيه، صدق الاحساس اللي فيها، جمال صوت الفنان فضل شاكر، واللحن الرائع اللي استفزه خليه انه يحط هيدي الاغنيه على صفحته. يعني ما بتصير هذه الشغله، مش صايره. بتوقع يمكن يعني فينا نقول بالعالميه ايام الست فيروز يمكن عالميا، وعبد الحليم كانوا نوعا ما معروفين عالميا. اما مطربين هلا جداد عن جديد انه تنتشر اغانيهم بهذه الطريقه، ويتجرأ احد الاشخاص المعروفين جدا عالميا، وخاصه فريق نادي رياضي ما له علاقه بالاغاني نوعا ما، واذا بده يحط اغاني بحط اغاني اجنبيه، ليحط اغنيه عربيه الا وانا معك لفضل شاكر. هذا شيء يحسب فعلا لفضل شاكر بهالعمل الرائع يلي وصل على قلوب الناس كلها، خلص من عند العرب وراح لعند الاجانب كمان. يحسب طبعا لجمانة جمال بهاللحن الحلو بهالكلام الحلو. عن جد عن جد شيء استثنائي اللي صار. ما بصير. طبعا هو اذا بدنا نرجع لرايي انا ولراي ناس كثار، هو فخر للشخص اللي حط الغنيه، لانه طبعا نبع الموسيقى ونبع الفن ونبع الاغاني ونبع الرقي ونبع الجمال كله من بلاد الشرق، من هون. الغرب هو متطفل على الامور هذه. هلا ما بدنا نفوت بهذا الحوار، لكن هو طبعا شرف كبير له هو للمدرب انه يحط صوت فضل شاكر او صوت اي فنان ثاني عربي معروف على صفحته. هو شرف له وفخر له، اكثر ما هو فخر لنا يعني. لكن لفتة جميلة جدا. فعلا فضل شاكر قوي جدا كنت بهذا الصيف. نتمنى تعطينا اعمال بعد انت وجمانة وغير جمانة مثل هذه الاعمال الحلوة اللي اعطيتونا اياها. بالتوفيق لك بهالاعمال الحلوة. ان شاء الله 2026 بنشوفك على المسارح باذن الله. تحياتي.